في مشروع جديد بيعيد تفسير القرآن بس المرة دي بشكل خاص لشعب الأويغور. خلينا نشوف إيه القصة. السؤال هو، هل ممكن نص عمره قرون طويلة يتفسر عشان يحل تحديات ثقافة معاصرة؟ المشكلة حسب القائمين على المشروع إن التفاسير الحالية مركزيتها عربية، فمش بتعالج قضايا الأويغور اليوم. ده معناه إن الحلول غالباً بتكون لسياق تاريخي مختلف مش لمجتمع الأويغور حالياً. فالمشروع بيقترح نقلة أساسية من إطار خارجي لإطار داخلي نابع من تحديات الأويغور نفسهم. الهدف هو إن القرآن يكون أداة في إيد الأويغور عشان يحلوا مشاكل مجتمعهم بنفسهم. والشغل ده مش مجهود فردي، لأ، دي عملية منظمة فيها متخصصين في الدين والأدب. المهمة الأساسية هي تقوية الهوية الويغورية، يعني عودة للذات مش تقليد لثقافات تانية. وبيستخدموا مثال توحيد النبي محمد للقبائل العربية كنموذج لهدفهم، وهو توحيد شعب الأويغور. إذن النقطة الحاسمة إن الموضوع أكبر من مجرد ترجمة، ده مشروع لبناء أمة. القائمون على المشروع بيأكدوا أن هدفهم مش إثارة الانقسام أو معاداة أي طرف، وبيوضحوا إن تركيزهم كله على بقاء مجتمعهم مش خلق صراعات مع أي حد تاني. المشروع ده بيقترح إنه بالنسبة للأويغور بقائهم بيعتمد على جعل أقدس نصوصهم ملكهم هم.